انا مرارتي خلاص ما بقتش مستحمله. ليه بقى؟ علشان امبارح لقيت واحده صاحبتي اسمها ايمان، وسامحوني لازم اقول اسمها علشان تاخدوا بالكم منها، جايه بتشكيلي من جوزها وبتقول لي الحقيني يا منال، انا اتخانقت جامد انا وجوزي واحتمال المشكله توصل للطلاق. قلت لها خير، ايه اللي حصل؟ تتخيلوا بقى مشكلتها ايه؟ جايه تقول لي انت عارفه ان احنا بقالنا سنتين متجوزين، وعارفه كمان كنا بنحب بعض قد ايه قبل الجواز، وشفتي لما مرضاش يقعدني في بيت عيله واتجوزنا في بيت لوحدنا. انا استعجلت وقلت لها تمام فهمت، شكله عايز يبيع الشقه وينقلكوا بيت العيله. قالت لي لا يا ريت كنت هلاقي حد يونسني بدل القرف والملل اللي معيشني فيه، علشان من يوم ما اتجوزنا وهو بيرجع من الشغل ينظف البيت معايا ويغسل المواعين ونتفرج على فيلم بالليل، وكمان هو اللي بيختاره، وبيصحى الصبح بدري يعمل الفطار ويغسل الهدوم وينشر الغسيل. بقى مخليني حاسه اني ديكور وبس في البيت، ولا كاني ليا اي لازمه. وفي وقت غضب اتعصبت عليه جامد واتخانقت معاه وقلت له انت راجل ما تعملش الحاجات دي وشغل البيت شغلي انا. رد عليا بطريقه مستفزه وقال لي لو مش عاجبك روحي بيت اهلك علشان ما ينفعش تكلميني بالطريقه دي، وساب المشكله الاساسيه. انا هنا دماغي ساحت ومرارتي اتفقعت وما كنتش عارفه برضه هي كل اللي قالته ده مشكله اصلا. انا مش متخيله ستات الحاره لو عرفوا انك عايزه تسيبيه علشان كده هيعملوا فيكي ايه.